نتابع معكم إذا مشاهدينا الآن من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية هذه المشاهد المباشرة لحظة وصول إحدى الأسيرات المفرج عنهن من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل بين المقاومة وإسرائيل. إذا هي مشاهد نتابعها معكم على الهواء مباشرة، لحظات صعبة، ونستمع ونتابع ماذا تقول. نعم حازم، في هذه الأثناء سأحاول الانتقال إلى الأسيرة لميس أبو عرقوب التي حررت قبل قليل من سجون الاحتلال. لميس، حمدا لله على السلامة. الله يسلمك ويسعدك يا رب. وصلت الخليل بعد رحلة شاقة أكيد. شو اللي صار يا لميس؟ اللي صار إنه أبلش من ليلة ما أجوا أخذوني، يعني ليلة ما أجوا أخذوني كنت أنا يعني دايما إنه بنام آخر إشي، فكنت حاسة إنه راح يجوا يأخذوني، فعادي كانت دايما أمي تنبيني وهيك، بس أنا عادي يعني إنه منشور. نعم، يبدو أنه هناك مشكلة. عدنا مجددا منشور نعم. غلط، بس الحمد لله رب العالمين. أنا من أول ما طلعت من هان ما نزلت ولا دمعة، لأنه بنت صابرة وجبارة وثقتي بنفسي عالية جدا جدا جدا، وما خفت منهم رغم إنهم سمعوني كلام بس أنا ما كنت أرد عليهم. الحمد لله رب العالمين. أول إشي بوجه رسالتي أول شيء بحمد ربنا وبشكره، بعدين بشكر المقاومة في قطاع غزة، أبو عبيدة ومحمد ضيف. بشكر جميع اللي وقفوا معي وساندوني، أهلي قرايبي جيراني، كل حدا وقف معي وساندني، وكنت حاسة فيهم أنا. واضح انه انت يعني ما زلت قويه ومعنوياتك عاليه. طبعا، ليش بدي اخيب ثقتي وانزل من معنوياتي او يصير عندي حالة نفسية؟ لا، انا دخلت السجن جبارة وطلعت منه جبارة، ما خفت من الاحتلال. فكروني راح اخاف منهم، بس ولا يمكن اخاف منهم. فتحت عيني بزيادة، كانوا يسمعوني كلام ولا ارد عليهم. في التحقيق سمعوني كلام ما إلوش لزوم، ما كنت أرد عليهم. بتهمة التحريض اعتقلوك؟ بتهمة التحريض على المنشورات، بس إنه قد حكى لهم ما في أي تحريض على منشوراتها، وفتحنا الفيسبوك وعندها من أوله لآخره منشورات ما في أي كلمة فيها غلط. تركت السجن يكون بعونهم والله يفك أسرهم، وربنا يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا. للأمانة الأسرات يعني الاحتلال مشتركنا ولا نتفي. احكي لي عن السجن جوا، كيف الوضع؟ بخزي يعني صعب جدا جدا جدا. كل السوق فيه، من أكل من شرب من حمام من غسيل، زنازيل قاعدين يعني يعتدوا عليكم؟ طبعا كانوا يدخلوا علينا بالغاز ويسمعوا فينا في كلام وينعفوا الغرف علينا. مجرد راديو، هي راديو انه كانوا يحسبونا عليها. التلفزيون اخذوه من عندنا، الراديو، بكيت الملح كانوا يكبوه ولا احنا ناكله، كاسة الشاي كنا نقسمها على بعضنا، الاكل ما يكفينا، يعني كنا في ذل بالعربي الصحيح. الاحتلال لما يجي يحكي الاسيرات يكذبن، الاحتلال يكذب مش الاسيرات يكذبن. يعني كان في اعتداء واضح. كنت تعرف انك مروحه في صفقه ولا كيف عرفتي؟ لا، اليوم الصبح قمت صليت الفجر وقرأت قرآن، ضليتني للساعة 9 وانا بقرأ في قرآن، فما سمعت الا الاسم لميس ماهر ابو عرقوب. جهزي حالك بدك تروحي. سجدت لربنا ركعتين، والحمد لله رب العالمين. صحباتي في السجن اكيد فقدتني، لاني كنت الجو الحلو، كان هن مكتئبات فانا دخلت عليهن الجو الحلو. بحب اشكر كمان من اسيرات القادمات الاسيره المناضله اسراء جعابيص اللي دخلت عليها بحزن، بس ضمتني ورفعت معنوياتي للعالي العالي، مرفوعة بس هي رفعتني بزيادة.
كمان الأخت عائشة الأفغاني من القدس طبعا هذولا، ومريم عرفات من نابلس، إلى باقي صحباتي من الداخل المحتل. طيب بدي أسألك سؤال أخير، شو بتحكي لغزة في ظل هذا الوضع وللمقاومة في قطاع غزة؟ كل التحية لهم. احنا بالنسبة لي بفتخر في اهلنا في غزة. اول اشي يرحم يشفي جرحاهم وينصرهم على اعدائهم، وتحية خاصة لابو عبيدة ومحمد ضيف ولكل المقاومة، لكل المقاومة. يعني انا شخصيا بفتخر فيهم، والحمد لله رب العالمين، واحنا لولاهم ما طلعنا بالصفقة. طبعا انا مبسوطه جدا جدا جدا، فخر الي وفخر لكل عيلتي ان انا دخلت السجن. وكنت مفكر انه السجن، لا، السجن لبنت الزلام، وانا بنت الزلام دخلت السجن محترمه، طلعت منه محترمه لحد اليوم. لما طلعت لو بقول لي انت دخلتي مؤدبه وطلعتي مؤدبه. شكرا جزيلا يا لميس.